السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاتل الصامت يبيد عائلة أخرى بالكاليتوس بعدما أباد عائلتين سابقتين ببوسعادة وبرج بوعريريج. اليوم ينتقل إلى عائلة السيد سواكرية فتحي، كان يعمل كشرطي رحمه الله. العائلة متواجدة بعمارة بحي الأمير شرعبة بالكاليتوس. وجدوا متوفين في اليوم الرابع عندما تفطن لهم أحد الجيران، فهما لديهم 4 أيام وهما متوفين. العائلة متكونة من 6 أشخاص، الأب والأم و4 أطفال توفيوا من تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من سخان الماء، فرحمة الله عليهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة والثواب إن شاء الله، وأن يحتسبهم الله عنده شهداء. فحذاري عند النوم أطفئوا جميع الأجهزة التي تشتغل بالغاز، ولا تنسوا أن تتركوا مكان للتهوية. في الأخير نتمنى السلامة للجميع، وبالنسبة للمشتركين الجدد نتمنى أنكم تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.